السلام عليكم. تعالوا اقول لكم ازاي تغسلوا اسنانكم صح ومحتاجين ايه لده. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم؟ هكلمكم النهارده عن اهم حاجه لاسناننا وهي غسيل الاسنان. ازاي نغسل اسناننا صح؟ نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. مبدئيا كده غسيل الاسنان مش رفاهيه، اسناننا بيتراكم عليها بواقي اكل، ومع الوقت بواقي الاكل دي بتتصلب وبتكون الجير المتحجر او ما يعرف بالكالكولس، وله اضرار كتير جدا فوق توقعاتكم هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقه منفصله. طيب اعمل ايه علشان اسناني ما يتكونش فيها الجير المتصلب ده ومع مرور الوقت لا قدر الله يؤدي لفقدان الاسنان؟ حاجتين بساط جدا لا يزيد تمنهم عن 100 جنيه بيوفروا لك بقى، خد عندك ألوفات علشان تعوض الأضرار اللي نتجت من عدم استخدامهم. طيب تعالوا ما نبقاش سطحيين وندخل في تفاصيل التفاصيل. أي فرشة يا دكتورة ينصح باستخدام الفرشة الناعمة أو الناعمة جدا لذوي الأسنان الحساسة أو اللثة الملتهبة لحد ما الالتهاب ده يخف إن شاء الله، ونقدر نستخدم الفرشة المتوسطة. والفرشة المتوسطة هي الجولد ستاندرد للناس اللي أسنانهم كويسة ما بيعانوش من حساسية الأسنان، ولكن ده مع الحفاظ على القوة أثناء الغسيل، يعني ما نتعافاش قوي واحنا بنغسل أسناننا لأن ده بيؤدي للمنظر ده. والمنظر ده شائع جدا مع استخدام الفورس أو القوة أثناء غسيل الأسنان، أو إنك تستخدم الفرشة بدايركشن غلط، فده بيبرد طبقة المينا ويقلل سمكتها مع الوقت، والتوث وير أو تآكل مينا الأسنان ممكن يحصل كمان بسبب استخدام الفرشة الصلبة أو الهارد، أو ممكن استخدام الفرشة بعد ما تكون وصلت للحالة دي، لأنها بعد ما بتوصل للحالة دي بتكون خلاص مجرد إنها بس بتلوش وتعور اللثة وبيكون مكانها زبالة. فعشان كده ما تاخدش جملة إنك تغير الفرشة بعد شهرين أو 3 من استخدامها، لا، احنا بنغير الفرشة لمجرد ما الشعيرات اللي فيها تتباعد وتبتدي تتلف. طيب هتسألوني أي ماركة؟ هقول لكم أي ماركة، لأن اللي بيفرق الماركة عن التانية بغض النظر عن شياكة الفرشة هي كواليتي الشعيرات وعددها، وبتاخد وقت قد إيه على بال ما تتلف، وكمان تصميم الفرشة. بيبقى فيه فرش زي اللي بيبقى فيها الكروس أكشن اللي بتقدر تدخل ما بين الأسنان وتنظف ما بينهم، بس أفضل حاجة بتدخل وتنظف ما بين الأسنان كويس هي خيط الأسنان أو الدنتال فلوس. ليه طريقة استخدام معينة، وهي إننا بنقطع 30 سنتي منه، يعني حوالي المقدار ده، ونبتدي نلفه على صوابعنا كده ونعديه ما بين أسناننا بس بالراحة جدا، علشان لو عديناه جامد ده ممكن يعور اللثة ويسبب المنظر ده. ضايقتكم بالمنظر ده صح؟ طيب في حل تاني، وهو استخدام فرشة صغيرة جدا بالذات للناس اللي عندهم مسافات كويسة ما بين أسنانهم، اسمها الانتردنتال برش. بيبقى شكلها عامل كده بالظبط، وبتبقى متوفرة في الصيدليات وبعض السوبر ماركتس، خصوصا للناس كمان اللي مركبين تقويم زي حالاتي. بندخلها ما بين المسافات ونقعد نعدي كده بسيط رايح جاي ونطلع. سامعاك يلي بتقولي الخلة، عايزة أقولك إنها مضرة جدا بحسب مقالة نشر بيقول It's just a toothpick, how threatening can it be؟ دي مجرد خلة أسنان، يعني ممكن تعمل لي إيه؟ لقوا إنها ممكن تعمل حفر وجيوب بين الأسنان بسبب الاحتكاك، وكمان ممكن تؤدي لتآكل طبقة المينا، وكمان ممكن لا قدر الله جزء منها يتكسر ويتبلع، وساعتها ندخل على المعجون. أي ماركة، أي ماركة، بس أهم حاجة لازم تتوفر في المعجون اللي بتستخدمه هي مادة الفلورايد، لأنها أهم مادة بتحمي طبقة المينا من التسوس وبتحافظ على صحة الأسنان وتقلل التصاق البكتيريا. ويا ريت نبعد عن المنتجات اللي بيبقى فيها ابريزفز، عاملة زي مواد مسنفرة كده بتستخدم لشيل تسبغات الأسنان، بس هي في الحقيقة بتشيل مع الوقت جزيئات من طبقة المينا، وده ممكن يزود حساسية الأسنان. وممكن تبقى موجودة في هيئة معجون أو غير هيئة معجون، ويقولك دي بقى بتشيل التسبغات وتستخدم للمدخنين وتعمل على تبييض الأسنان، فياريت نبعد عنها أو نقللها بقدر الإمكان. واستخدام بقى الفحم وقشر الموزة وفص الليمونة والتعامل على إنك سلطة ومنتدى فتكات والحاجات دي، ووداعا لدكتور الأسنان
دي كلها حاجات ما تصدقهاش، لان مفيش حاجة تقدر تحمي اسنانك وتبعد عنها كل التسبغات وتراكم الاكل غير غسيل اسنانك بالفرشة والمعجون. طيب احنا عايزين ندخل في الموضوع بقى، ازاي نغسل اسناننا وايه الطريقة المناسبة؟ الطريقة المناسبة هي اننا بنمسك الفرشة وما نحركهاش يمين وشمال كده، لا بنحركها من فوق لتحت، لان بيبقى في جزء هنا اسمه خط اللثة، وده جزء بيبقى مهدور حقه جدا وما بتعديش عليه الفرشة لما بنحركها كده. فبنوقف الفرشة على زاوية 45 درجة كده ونبتدي نرول على كل أسطح الأسنان. وأسطح الأسنان مش بس هي الأسطح الأمامية اللي بس بنضحك وبتبان قدام الناس، لا سناننا كمان بتبقى ناحية العض وناحية جوه من اللسان ومن ناحية سقف الحلق، فلازم كل النواحي دي تعدي عليها الفرشة. يعني بنعديها ناحية العض ومن جوه، وكذلك برضو من سقف الحلق، ومن كل أسطح الأسنان لازم تعدي عليها الفرشة والمعجون. وبرضو من الحاجات اللي نفعها أكتر من ضررها هي المضمضة، لأنها بتقلل التصاق البكتيريا، بتمنع التسوس، وبتخلي ريحة الفم صحية وكويسة جدا. ولكن مع الوقت لقوا إنها بتأثر بنسبة ضئيلة جدا على لون الأسنان، خاصة المضمضة الطبية زي الهكستول أو الأوروفيكس، ودول بنوصفهم لما بيكون في التهاب شديد في الأسنان، بس بننبه على المريض إنه ما يستخدمهاش أكتر من 5 أيام لأسبوع، لأنها بتأثر جدا على لون الأسنان. ولكن التسبغ للأسنان ما بيبقاش بصفة دايمة. طيب ولو خلاص الجير المتصلب ده اتكون على أسناني، ما بيبقاش فيه غير حل واحد، وهو إن احنا نتوجه لطبيب الأسنان، ولازم نتوجه له كل 6 شهور، لأن أيا يكن في جزيئات ما بتوصلهاش الفرشة، وبيقدر طبيب الأسنان هو اللي يوصل لها، وباستخدام جهاز معين في العيادة بيقدر إن هو ينظف ما بين الأسنان ويشيل أي تراكمات أو تصلبات جيرية. وأخيرا عايزة أقول لكم إن احنا لازم نغسل أسناننا مرتين في اليوم، صبح وليل، يعني كل 12 ساعة. وأهم غسلة هي غسلة قبل النوم، لأن لما بننام إفراز اللعاب بيقل، واللعاب بيساعد على إن يقلل التصاق البكتيريا بالأسنان، يعني بيعمل حاجة زي واشنج كده نورمالي. فلازم قبل ما ننام نسيب البيئة في بقنا نظيفة، بحيث إن البكتيريا ما تستغلش البيئة دي وتكون التسوسات والتهابات اللثة. ونستخدم خيط الأسنان مرة في اليوم أو الفرشة الصغيرة اللي هي الانتردنتال براش، ونمضمض مرتين في اليوم لزيادة إحساس الانتعاش. وبنصحكم عادي بأي مضمضة تجارية موجودة، بس أهم حاجة ما يكونش اللون فيها غامق قوي علشان ما تسبخش الأسنان. وبس كده. لو فادتكم الحلقة وعندكم أي أسئلة يا ريت تبعتوها لي في دايركت مسج أو تسيبوا كومنت، وهرد عليكم أول بأول إن شاء الله. وقابلكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. لذا لو بتتابعوني على اليوتيوب يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. ولو بتتابعوني من انستجرام، تيك توك أو فيسبوك يا ريت تعملوا لايك وفولو عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. ونختتم بحمد الله، والسلام عليكم.